يلا بينا نحل مشكلتنا مع البفتيك. دي وصفة البفتيك الكداب اللي هتظبط مع اي حد فيكم، والطريقة سهلة جدا هتعتمدوها صدقوني. اول حاجة عندي نص كيلو لحمة مفرومة، هضيف عليه ملح وفلفل وجوز الطيب، بيضة، معلقتين بقسماط مليانين كده، عندي بصلة مبشورة ناعم جدا جدا، بعصرها كويس جدا، نزلوا كل المية اللي فيها وانا عايزة بس التفل ده، وبعدين اعجنوهم كده مع بعض عشان كل ده يختلط ببعضه. اختلطوا مع بعض كويس جدا، وشوفوا ريحتهم كأنها تتبيلة البفتيك، يعني مفيش فرق بجد. دي ورقة خبز عشان اسهل موضوع الفرد، حط عليها كده زيت. وبعدين احنا عشان ناخد شكل البفتيك هنعمل ايه؟ هناخد كده كرة، خليه حجمه مش كبير قوي، فهاخد دي كده افردها هنا، احط عليها دي واضغط عليها عشان اخد شكل البفتيك اللي احنا عارفينه. تبقى مش رفيعة قوي ومش تخينة قوي، يعني شوفوا اهي. بحب اظبط الاطراف دي علشان يطلع شكلها حلو. شوفوا السماكة تقريبا ملي. حطوها هنا، حطوا ورق بلاستيك، اكياس بلاستيك او حاجة عشان ما تلزقش، لان احنا محتاجين نجمدهم قبل ما نشتغل فيهم. فدي اول واحدة، واحدة بنفس الطريقة. اخد باقي الكيس كده، انا دي اكياس التخزين العاديه فردتها، وبحط ما بين كل واحده وواحده كيس. يلا دي اخر واحده اهي. انا هدخلهم الفريزر عشان يتجمدوا تماما عشان نقدر نغلفهم، لان لو جينا نغلفهم دلوقتي مش هنقدر نتحكم فيهم، فلازم يكونوا مجمدين كويس جدا. شوفوا كده، نبدا بقى ايه نفصلهم اهي. شوفوا بقت كأنها قرص بفتيك جاهز عندي دلوقتي للتغميس. خلوني احضر معاكم الخلطة. معلقتين دقيق، معلقة نشا، فلفل اسود، ملح، ومية باردة عادية، وهقلب لحد ما اوصل لقوام اللي هو ايه نقدر نغمس فيه مكان خليط البيض طبعا يعني. شفتوا كده. وهنا البقسماط، ناخد واحدة نغمسها هنا في الخليط ده، وبعدين في البقسماط ونضغط عليها. بصوا بفتيك ولا مش بفتيك يا متعلمين يا بتوع المدارس. وبعدين مباشرة على الزيت السخن. شوفوا اول ما تلاقوها كده طالعه على وش الزيت كده تعرفوا ان هي استوت وبقت بيرفكت. شفتوا طالع يجنن بجد. بتعجبكم قوي الوصفه، لازم تجربوها. وقدموا معاها شويه سباجيتي وهيبقى عندكم احلى غدا.